هنا بدنا نفحصن بالتيس بام وطيناهم ضغط 30 بار. هاي اخر مرحلة. المرحلة الاولى فحصنا الماطور اول مرحلة فحصنا ماطور المي. اخوان الاعزاء هنا وصلنا الى مرحلة راح نبدي نفحص البيت بالبوستر نترسل بوار مي وبالتيس بام نضغطها بمي وزاهو. تعال عباس قدم. شوف هذا القش راح نضغطهن 50 بار لان هذا البور التركي شركة اكوابا 50 بار. هذا البوستر هنا واحد شمجي واحد حصان راح اضغطهن بيئة ترسل. وهذا التيس بام راح اضغطه بمي وزاهو هواء. ارجع لي بهاي البام هذا المي وزاهو هواء. لكن راح اشغله على الكهرباء. وهذا القيش العداد عندنا يقرا 50 بار. هذا هنا راح يضغط لنا مي وزاهو هواء. شكو كوي عوج الطق. وهذا راح ترسل لنا البواري خاف اكو نزيل يبين عندنا. ان شاء الله بهاي الطريقه وبهذا الشكل. ان شاء الله هنا ينال اعجابكم. هذا هنا هم اكو عداد. تعال عباس شوفه. هذا راح يضغط 30 بار وهذا راح يضغط 50 بار على هذا العداد هنا. بدأ العداد هنا انفعل. اخوان الاعزاء هنا وصلنا الى مرحله رفع بور. ضغطنا البور بمي وزاهو هواء. راح نجي نفتح السداد ونشوف. ضغطنا بالكيس مع هذا اللي هو الزاهي. هنا بدنا نفحصن بالتيس بام وطيناهم ضغط 30 بار. هاي اخر مرحلة. المرحلة الاولى فحصنا الماطور اول مرحلة فحصنا ماطور المي. اخوان الاعزاء هنا وصلنا الى مرحله راح نبدي نفحص البيت بالبوستر نترسل بوار مي وبالتيس بام نضغطها بمي وزاهو. تعال عباس قدم. شوف هذا القش راح نضغطهن 50 بار لان هذا البور التركي شركة اكوابا 50 بار. هذا البوستر هنا واحد شمجي واحد حصان راح اضغطهن بيئة ترسل. وهذا التيس بام راح اضغطه بمي وزاهو هواء. ارجع لي بهاي البام هذا المي وزاهو هواء. لكن راح اشغله على الكهرباء. وهذا القيش العداد عندنا يقرا 50 بار. هذا هنا راح يضغط لنا مي وزاهو هواء. شكو كوي عوج الطق. وهذا راح ترسل لنا البواري خاف اكو نزيل يبين عندنا. ان شاء الله بهاي الطريقه وبهذا الشكل. ان شاء الله هنا ينال اعجابكم. هذا هنا هم اكو عداد. تعال